القصة بتبدأ بمشهد الأب وهو بيكشف لبنته ستيفي السر بتاع التوست الفرنساوي المشهور بيه. جين مامة ستيفي كانت معاهم في المطبخ وبتساعدهم، وكانوا بيعملوا كل حاجة في البيت مع بعض كأنهم عيلة واحدة سعيدة جدا. فجأة بتسمع صوت ستيفي وهي بتقول لنا ما تخلوش المظاهر تخدعكم، لأن عيلتي زي العائلات اللي بنشوفها في بداية أفلام الكوارث، كل حاجة بتبان مثالية في الأول لحد ما الكارثة تظهر. وعلى حسب كلام ستيفي الكارثة في عيلتها بدأت لما خلفوا أخوها الصغير إليوت، وهي مش بتلوم أخوها هنا، بس هو أكيد ما خلاش حياتهم أسهل. ستيفي بتوضح لنا إن اللي إحنا شايفينه دلوقتي ده مجرد حلم. بنشوف أهل ستيفي وهم بيحاولوا يسكتوا أخوها البيبي من العياط، ومئات التتينات نازلة من السما. هم بيقولوا إن الأحلام هي طريقة العقل عشان يحاول يحل المشاكل في العالم الحقيقي. بس مؤخرا أحلام ستيفي بدأت تقلب كوابيس، أهلها بقوا يتخانقوا على مين اللي هيدفع فواتير البيت، وكمان مش لاقيين حل يخلي أخوها البيبي يسكت ويهدى. ستيفي بتصحى من الحلم وبنكتشف إنها دلوقتي بقت مراهقة، وأخوها إليوت ما بقاش بيبي خلاص. بتسمع أهلها بيتخانقوا بره أوضتها، وبنلاحظ إن إليوت وهو نايم بيخرف في الكلام عن ساندوتش هوت دوج عملاق هياكله. بتشغل مكنة بتطلع صوت مريح بتخليه يروح في النوم تاني، وبعدين بتخرج من أوضتها عشان تسمع أهلها بيتخانقوا على إيه. ستيفي بتعرف إن أهلها بقوا مفلسين وعلى الحديدة. مامتها بتحاول تقنع باباها إنه ينسى موضوع المزيكا ده ويحاول يشوف شغلانة بجد، بس باباها مؤمن إنه كان زمانه عمل الألبوم بتاعه من سنين لو المغني الأساسي اللي معاه ما كانش اتخلى عنه، وهو مش عايز يبطل مزيكا. ستيفي زعلانة إن عيلتها ما بقتش العيلة السعيدة اللي كانت قبل كده، بس بدل ما تقبل التغيير ده قررت إنها تحاول تصلح الأمور وتفكر أهلها قد إيه كانت حياتهم حلوة زمان. قررت تعمل التوست الفرنساوي اللي أهلها كانوا بيعملوه مع بعض زمان على الفطار. وهي رايحة المطبخ داست على حتة لحمة ريحتها وحشة، كان إليوت رميها على الأرض. أوضتهم كانت مكركبة جدا لأن إليوت مبهدل لعبه وأكله في كل حتة. بتبدأ تجهز التوست بس إليوت بيفضل يضايقها ومصمم يوريها خدع سحرية. هي بتتشتت وهي بتشد المعلقة من إيد إليوت والأكل بيتحرق في النص. بعد ما خلصت تحضير الفطار رتبت كل حاجة على السفرة وراحت لأوضة باباها وكذبت عليه وقالت له إن مامتها هي اللي عملت له الفطار. هو اتفاجئ جدا وكمان دخلت لمامتها وقالت لها إن باباها هو اللي عمل لها الفطار، والأم كمان اتفاجئت. ستيفي قدرت تخلي أهلها ياكلوا مع بعض على نفس الترابيزة بعد فترة طويلة، بس أخوها إليوت كالعادة ما بيسهلش الأمور. وفجأة خطة ستيفي إنها تخلي أهلها يرجعوا لبعض بتبوظ لما مامتها بتقول إنها مسافرة بره المدينة بكرة لأن جامعة دوس محتاجة أستاذ مساعد وهي عايزة تقدم على الوظيفة دي. باباها ما بقاش مبسوط بس حاول ما يبينش، وستيفي عرفت من ضحكته المزيفة. لما باباها ساب السفرة بذكاء ومشى ستيفي سألت مامتها بكل جراءة هو كل ده عشان الفلوس، وقالت لها إنها مستعدة تعمل بطاقة مزورة عشان تشتغل في سوبر ماركت أو تشتغل بيبي سيتر بس عشان تخلي أهلها مع بعض. بس مامتها طمنتها وقالت لها إن دي مجرد مقابلة وفرص إنها تتقبل في الشغلانة دي قليلة. مامتها قالت لستيفي إن وهي مش موجودة لازم تساعد إليوت يلاقي كتاب عشان البحث بتاعه. ستيفي حاولت تهدي نفسها وتقنع روحها إن باباها ومامتها هيحلوا مشاكلهم، بس أخوها الريزل ظهر تاني فكرها إنها لازم تساعده يلاقي كتاب. خدته وراحت المكتبة وقالت لإليوت يختار كتاب من الكلاسيكيات علشان يحله لأن ده بيبهر المدرسين. إليوت شاف يافطة مكتوب عليها للموظفين فقط وقرر يدخل يشوف فيها إيه. في الوقت ده ستيفي لقت بوستر لأول عرض عمله باباها ومامتها وحاولت توري لإليوت بس ما لقيتهوش حواليها. جون باي واحد شغال في المكتبة ظهر وسألها عايزة إيه، وباين إن ستيفي وقعت في حبه من أول نظرة. إليوت لقى صندوق قديم فتحه ولقى كتاب مميز فيه عنوانه أسطورة ساند مان واهب الأحلام. ستيفي سألته بيعمل ايه هنا وشافت الكتاب بس لقت ان الكتاب معظمه صور ومش كتاب بجد. النور في الأوضة بدأ يطفى وينور بشكل غامض وجون باي ظهر وقال لهم انهم مش مسموح لهم يكونوا هنا، فخرجوا وخدوا معاهم كتب كلاسيكية كتير. وستيفي بتسأل إليوت ايه الكتاب اللي عايز يقدمه للمدرس، فطلع لها كتاب ساند مان. اتضايقت لانه سرق الكتاب من المكتبة، بس إليوت دافع عن نفسه وقال ان التيكت اللي عليه كان مكتوب انه لا يقدر بثمن وده معناه في نظره انه ببلاش. إليوت ورى ستيفي صفحة في الكتاب بتقول ان ساوند مان يقدر يخلي احلامك تتحقق، بس ستيفي قالت عليه ساذج لان مفيش حاجه من دي حقيقه. إليوت قال لستيفي ان لو ساوند مان حقق له حلمه هيبقى عنده جيت باك وعضلات وقبضه ايده هتبقى معموله من الديناميت. وسالها هي حلمها ايه، هي بصت لصوره اهلها وكان واضح انها عايزه عيلتها ترجع سعيده زي زمان، بس كذبت عليه وقالت له ان حلمها يكون عندها اوضه لوحدها الساعه 12 بالليل. ستيفي سمعت اصوات غريبه في الاوضه، صحيت لقت سرير إليوت بيتحرك فصحته. السرير اتحرك وهد حيطه الاوضه. ستيفي مش مصدقه اللي بيحصل بس إليوت كان فرحان جدا. السرير خد إليوت لبره البيت
البيت. ستيفي نطت وراه وهي ماسكة في ملاية السرير. فجأة السرير بدأ يطير. إليوت استوعب إن هو اللي بيتحكم في السرير وبقى بيمشي في المكان اللي هو عاوزه، وستيفي كانت ميتة من الرعب والسرير طاير زي الصاروخ. إليوت لاحظ إن السرير مش ماشي بأقصى سرعة لأن في زرار في جنبه، وعكس رغبة أخته داس على الزرار وطار بيهم لدرجة إنهم وصلوا للقمر. ستيفي خوفها اتحول لانبهار بالأضواء الجميلة اللي حواليهم. لمست واحدة من الأنوار وظهر لهم خيال الأسطورة ساند مان، وقال لهم إنهم لازم يروحوا يدوروا عليه وأحلامهم هتتحقق. وفجأة السرير بطل يطير والاتنين بدأوا يقعوا من السما. ستيفي صحيت واكتشفت إن ده حلم، بس عرفت إنه مش مجرد حلم لما لقيت أخوها حلم بنفس الحاجة بالظبط بالليل. ستيفي سمعت أهلها بيتخانقوا تاني. مامتها وهي ماشية للمقابلة باباها حاول يقنعها إن حياتهم هنا وإنهم كتبوا أحلى أغانيهم هنا وعيالهم اتولدوا هنا، إزاي تسيب كل ده؟ بس مامتها ردت عليه وقالت له إن الأمور اتغيرت وإن دي شغلانة كويسة ومرتبها أكبر وهتخلي العيال يروحوا مدارس أحسن، وهي بس بتحاول تعمل الأحسن للعيلة. بعد ما أهلها انفصلوا ستيفي راحت بصت في كتاب ساند مان تاني وقررت تصدق الأسطورة، وقالت التعويذة اللي في الكتاب: يا ساند مان أنا بناديك حقق لي أحلامي وخليها تبقى حقيقية. فجأة ستيفي صحيت واتعبت لما لقت دونات بتتكلم معاها. فهمت إن ده الحلم اللي هي تمنته يتحقق. هي كان نفسها طول عمرها في مدينة الفطار ودلوقتي هي في مدينة فيها الأكل كائنات حية. ستيفي قررت تروح تدور على ساند مان، بس اتضايقت لما لقت أخوها في الحلم وهو عمال يرزل عليها كالعادة. سمعوا صوت من مجهول بيقول إنه يقدر يساعدهم يلاقوا ساند مان. مشوا ورا الصوت ولقوا لعبة محشورة في حاجة، ولما ساعدوها تطلع إليوت فرح جدا لأنها كانت لعبته في العالم الحقيقي واللي مسميها توني. توني ورا ليهم المكان اللي فيه ساند مان، بس حذرهم إنهم عشان يوصلوا لساند مان لازم يمروا بكابوس الأول. ستيفي ردت وقالت إن شوية كوابيس مش هتوقفها، بس فجأة سنانها بدأت تقع والدنيا بقت ضلمة. توني قال لهم إن كابوس وصلت وهي اللي بتدي الناس الكوابيس ولازم يعدوا منها عشان يوصلوا لساند مان. كل حاجة بدأت تقلب كابوس. الأكل اللي كان طيب اتحول لوحوش مرعبة. كابوس كانت بتحاول تستخدم ده عشان تخوفهم وتخليهم يصحوا وما يوصلوش لساند مان. إليوت اترعب وده خلى ستيفي وإليوت يصحوا من الحلم. إليوت قال إنه مش راجع للحلم ده تاني أبدا. ستيفي فرحت وقالت إنه أحسن عشان ما يكونش معاها ويبوظ أحلامها. فتحت كتاب ساند مان واكتشفت إن هي وإليوت مرتبطين روحيا ببعض لأنهم قالوا التعويذة في نفس الوقت، وده معناه إنها مش هتعرف توصل لساند مان إلا لو رجعوا الحلم مع بعض. إليوت رفض يرجع لأنه خايف من كابوس، وستيفي قالت له إن الحلم يستاهل عشان تاخد أوضتها لوحدها. مع العلم ستيفي كانت كذابة وقالت لي إن حلمها هو الأوضة، بس حلمها الحقيقي إن أهلها يرجعوا لبعض. إليوت عشان ما يرجعش للحلم قرر يلزق عينه ببلاستر عشان ما ينامش، بس ستيفي طلعت له مكنة السلحفة اللي بتنيمه من هو بيبي، وفي الخناقة المكنة وقعت واتكسرت. تاني يوم باباهم خدهم مطعم وهناك ستيفي شافت موبايله وعرفت إن مامتها خدت الشغلانة فعلا وإنهم بيتطلقوا. بالليل قالت لإليوت الحقيقة وإليوت زعل جدا، خصوصا إن الطلاق ممكن يفرقه عن ستيفي. وعرف كمان إن حلم ستيفي مش أوضة لوحدها، لا هي نفسها باباها ومامتها ينجحوا في المزيكا ويرجعوا لبعض. إليوت هو اللي أدى ستيفي مكنة السلحفة المرة دي عشان يناموا سوا ويقابلوا ساند مان ويحققوا حلمهم. ناموا ودخلوا حلم إليوت وكان فيه كل اللعب اللي بيحبها، بس ستيفي طلبت منه إنه ما يخليش أي حاجة تخوفه تصحيه. ستيفي قالت لكابوس إنها مش هتقدر توقفهم من المرة دي. كابوس حولت كل اللعب لحيوان عملاق بيحاول يسحقهم وده صحاهم. رجعوا تاني والمرة دي كانت جدتهم هي اللي بتهجم عليهم لأن إليوت بتخاف من جدتها. حاجات مرعبة كتير كانت بتصحيهم ورا بعض، زي إن ستيفي تسقط في الامتحان أو الأكل يحاول يعدمهم، بس هما ما استسلموش. في الحلم اللي بعده دبدوب لعبة حاول يهرسهم، بس ستيفي وإليوت مسكوا إيد بعض وقرروا يفضلوا أقوياء وما يصحوش، وده نفع فعلا وإليوت بقى قوي وقدر يوقف الدبدوب. الإخوات عرفوا إنهم لو مسكوا إيد بعض وفكروا في نفس الحاجة هيقدروا يتحكموا في الحلم، وعملوا قبضة الديناميت. فجروا الدبدوب وهم طايرين بالسرير عشان يوصلوا لساند مان. هجم عليهم إعصار قوي بعتته كابوس وفضلت توشوش لهم عشان يصحوا، بس هم رفضوا. لما الإعصار هدى لقوا نفسهم في مكان كله رملة وقدامهم قلعة رملية تحفة. مسكوا إيد بعض وطاروا جوه ولقوا كائنات رملية صغيرة شغالين هناك وخدوهم لساند مان. ساند مان رحب بيهم وقال لهم إنه بقاله سنين ما شافش حد قدر يعدي من كابوس. ستيفي قالت له على حلمها إن عيلتها ترجع سعيدة. خدها الأوضة وقال لهم إن كل اللي عليهم يعملوا إنهم يقلبوا الساعة الرملية، ولما آخر ذرة رملة تنزل أحلامهم هتبقى حقيقية. قلبوا الساعة وصحيوا ولقوا مامتها رجعت البيت وفطروا مع بعض وكانوا في منتهى السعادة. مامتها قالت إنها مش هتاخد الشغلانة وهتقعد معاهم، وستيفي كانت طايرة من الفرحة. بس بعد ما أهلها بسوها قبل النوم ستيفي بدأت تلاحظ حاجات غريبة. برواز العيلة المكسور بقى سليم، ألعاب إليوت اتصلحت وريحتها بقت حلوة، حتى الأوضة بقت نظيفة جدا. في اللحظة دي الإخوات عرفوا إن ده مش حقيقي، ده مجرد حلم تاني. رجعوا لساند مان اللي قال لهم إنهم لازم يفضلوا في الحلم لحد ما آخر رملة تنزل، وبعدها هينسوا إن الحلم ده مش حقيقي وهيعيشوا فيه للأبد. ده هو الثمن عشان أحلامهم تتحقق وهميا. إليوت عرف إن ساند مان كذاب وحاول يشد أخته، بس ساند مان أقنع ستيفي إنه عارف
عارف أفكار أهلها الحقيقية وإنهم في الواقع ما بقوش طايقين بعض. ستيفي صدقته وقالت له إن العيشة في وهم أحسن من الواقع المر. إليوت حاول يمنعها بس هي زقته بغضب ورجعت للحلم. إليوت صحى في الحقيقة ولقى ستيفي مش راضية تصحى، فطلب الإسعاف وجريوا بيها على المستشفى. الدكتور قال إن حالتها كويسة بس مش عارفين ليه مش راضية تصحى. إليوت حكى لأهله عن حلم ستيفي إنهم يرجعوا لبعض، وفي الوقت ده ستيفي كانت في الحلم سعيدة بس بدأت تفتقد أخوها لما شافت عروسته اللعبة، وافتكرت إن لما كانت صغيرة وأخوها اداها لعبته المفضلة عشان يفرحها. حاولت تخرج من الحلم بس معرفتش. أخوها سمع ستيفي وهي بتنادي عليه وهي نايمة فقرر ينقذها. خد مكنة السلحفة ونام ودخل الحلم، وهو في طريقه قابل كابوس تاني بس المرة دي كابوس كشفت عن نفسها وقالت إنها مش شريرة، هي كانت بتحميهم من ساند مان، وقالت إن الكوابيس هي اللي بتخلينا أقوياء عشان نواجه الحياة الصعبة في الحياة، وإن الحب هو اللي هيخليهم ينتصروا. إليوت وصل لستيفي وهي بتعيط وحكت له إنها مش عارفة تخرج واعتذرت له. راحوا لساند مان وكان غضبان جدا وقال لهم إن كابوس بتمنحهم من السعادة، بس ستيفي كان عقلها خلاص استقر وحاولت تهرب هي وإليوت بالسرير الطاير عشان يكسروا الساعة الرملية ورجعوا بيتهم الحقيقي. ساند مان أمر الكائنات بتاعته تهجم عليه وكان فاكر إنه فاز، بس فجأة أهلها ظهروا في الحلم وساعدوهم. ستيفي داست على زرار الصاروخ ووصلوا للساعة الرملية، وقبل آخر رملة تنزل مسكت إيد إليوت والزمن وقف. العيلة كلها اتجمعت وجين الأم فهمت ستيفي إن حتى لو في تغييرات هتحصل هم هيفضلوا دايما يحبوها وهيفضلوا عيلة. ستيفي وإليوت عملوا قبضة الديناميت وكسروا الساعة الرملية، خرجوا كلهم من الحلم. الفيلم بيخلص وإليوت بيحكي لنا إنهم فعلا نقلوا لمدينة دوس. مامتهم خدت الشغل وباباهم بدأ فرقة جديدة هناك، بس المهم إنهم فضلوا مع بعض في الآخر. لو عجبك الملخص دوس لايك وسبسكرايب واستنانا في ملخص جديد.